كيلو ايس كريم فانيليا، وكيلو شوكولاته، وكيلو فراوله. 3 كيلو يا ليلى. الدونات. شكرا. اليوم العالمي لمرضى السكر، شوجر كريف وعمايله. نتوتر نجري على الشوكولاته، نحزن شويه تلاقينا هنموت على اي حلويات، نفرح نحتفل بواحده سينابون حلوه كده. بصراحه دي عندنا حق فيها شويه، بس برضو كل حاجه بالمعقول ومش علشان اي حاجه غير صحتك. والنهارده في اليوم العالمي للسكر هنتكلم شويه عن ازاي تخلي بالك. مبدئيا كده قبل افيه سويت نوفمبر لازم نقول سبب اختيار اليوم ده تحديدا. 14 نوفمبر هو عيد ميلاد فريدريك بانتينج اللي شارك في اكتشاف ماده الانسولين سنه 1922، واللي كانت سبب في حياه ناس كتير قوي عايشه ومتعايشه لحد دلوقتي مع السكر. لمحه سريعه كده عن مرض السكر، هو مرض مزمن بيجي لما البنكرياس ما بيقدرش ينتج الانسولين اللي الجسم بيحتاجه، وده النوع الاول من مرض السكر. لكن النوع الثاني وده مش مزمن وممكن يتعالج، وده ان الجسم بيكون عاجز عن الاستخدام الفعلي للانسولين اللي الجسم بينتجه، واللي بدايته بتكون بمقاومه الانسولين اللي كلنا بنسمع عنه. لو اتكلمنا عن اعراض مرض السكر هنلاقيها خمول وتعب وارهاق طول الوقت، وعطش دايما مهما شربت ميه، وتغيرات في الوزن بزياده او نقصان من غير مبرر، وزغلله في العين، وتقل في النفس. ضروري نحلل ونعرف اسباب اللي بنمر بيه، وبلاش نهمل في صحتنا. والهدف مش اننا نتوتر من الكلام، بس علشان نعرف طرق الوقايه بدري بدري. منظمه الصحه العالميه حبت تطمنا بان في طرق للوقايه من السكر، زي اننا نلتزم بممارسه الرياضه كل يوم، حتى لو هنمشي كل يوم او يوم ويوم نص ساعه او ساعه، واننا ناكل اكل صحي ونبعد عن الحلويات والسكريات تماما، وطبعا الدهون المهدرجه، ونبعد عن التدخين، مش بس علشان بيزيد نسبه الاصابه من مرض السكر، كمان بيسبب امراض قلبيه. واحنا كستات لازم نخلي بالنا جدا من السكر، لانه بيأثر على حاجات كتير مختلفه عندنا، زي الدوره الشهريه، وزي لو كنت حامل. واول ما تبقي حامل لازم تتابعي مع دكتور سكر ودكتور نسا، وقتها حملك هيمر بسلام، والبيبي كمان يبقى بصحه كويسه. في كتير حوامل ومصابين بالسكر وخلفوا اطفال اصحاء. المهم انت تحافظي على نفسك وصحتك وتتابعي مع دكتور كويس، ما تحرميش نفسك، بس لازم تكوني واعيه لكميه السكر اللي داخله جسمك. وبعدين احنا مش محتاجين كميه السكر من الحلويات دي، احنا سكر من غير حاجه.